أي حد بيحب الفلوس وبيحب يعمل فلوس من شغله، لكن في الكورة الوضع بيبقى مختلف شوية. ليه الكورة الوضع بيبقى مختلف شوية؟ لأنك أنت أصلا ما بتاخدش مبالغ قليلة من الفريق اللي أنت بتلعب فيه، بل وعلى العكس بتاخد فلوس وفلوس كويسة جدا كمان. هنا القصة مع أكرم توفيق، أو بطل القصة بتاعت النهاردة هو أكرم توفيق، لأنه المفترض إنه جاي له عرض من نادي الشمال القطري. العرض ده أنا زيك بالظبط لما سمعته مش مصدق، ما شاء الله الارقام اللي معروضه، انه يمضي 3 سنين ونص. اول سنه هيمضيها اكرم هياخد مليون دولار، تاني سنه مليون و250 الف دولار، تالت سنه هيمضي بمليون ونص دولار. طبعا الرقم هنا كبير جدا، لكن اللي خده اكرم توفيق او اللي النادي الاهلي اداهوله قصاد الكلام اللي بيحصل منه والتصرفات اللي بتحصل منه، وان مجلس الاداره يطلب اكتر من مره انه يقعد معاه عشان يجدد التعاقد بتاعه ومع ذلك يرفض، فده اللي مش مقبول. لازم يكون عنده صراحه ويقول، لان انا بقول لك النهارده الارقام اللي اكرم توفيق اتفق عليها ومضى من خلالها في نادي الشمال القطري، كونه يطلع في بعض البرامج او مع بعض الناس ويقول لك ان انا ما مضيتش، هي دي هنا المشكله. لازم تكون صريح، اما انك تختار الاهلي وتختار انك انت تمشي حتى وتخرج من الباب الكبير، او انك انت تفضل تماطل وتتكلم زي ما انت بتتكلم دلوقتي. الفكرة ببساطة حب الجمهور، دعم الجمهور ليك، اللي الاهلي اداهولك على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، اعتقد ان ده لا يقدر بثمن. الرسالة للعيبة كتير قوي، في لعيبة هيفتكرها التاريخ بمواقف كويسة قوي وانتوا عارفين من غير ما اقول لكم اسماء، وفي لعيبة للأسف هتخرج من الباب الصغير ومحدش هيفتكرها خالص.